عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا هتكلم على ملخص اللايف اللي كان عندي على التيك توك عن التفكير الزيادة او المفرط. يعني ايه تفكير مفرط يا كوتش ايمان؟ هو ان احنا بنفكر تفكير مستمر في موضوع ملح علينا من غير ما نوصل فيه لأي حل، وبالتالي لحل فعال او حل جذري يحل الموضوع، وبالتالي بيؤدي الى الشعور بايه؟ بالتوتر وبالقلق، وبيصاحب التفكير الزائد او المفرط ده افكار سلبيه. ان انا مش قادره احل مشكلتي، ان انا مش قادره اواجه الصعاب، ان انا ما عنديش ثقه في نفسي ولا في قدراتي. طب انواع التفكير الزائد ايه يا كوتش ايمان او التفكير المفرط؟ في التفكير الكارثي، ان انا بفكر في اسوأ حاجه ممكن تحصل مع انها مش موجوده بس انا بفكر فيها برضه. التعميم المفرط، ان انا بعمم فشلي في موضوع معين او عدم حلي لموضوع معين على كل حاجه تقابلني في حياتي. ايه كمان يا كوتش ايمان من انواع التفكير المفرط؟ التفكير المفرط في الماضي، ان انا اخده تجارب الماضي قدامي ومش قادرة اخرج منها، فبالتالي عندي معطلة، عندي فشل، مش قادرة اخد قرار، لوم وجلد ذات على طول، وما عنديش اي قرارات فعالة قادرة اخدها، واقفة مكاني. ايه كمان يا كوتش ايمان من انواع التفكير المفرط؟ التفكير المفرط في المستقبل، ان انا لما عندي قلق مستمر في ايه اللي هيحصل في المستقبل، عندي قلق مستمر ايه اللي هيحصل في المستقبل، وحتى لو كان التفكير ده مش صح بس انا قلقانه بسبب المستقبل، فحاصره نفسي في ضغوط وقلق مستمر ان انا بفكر في قدام. ما نعرفش ان احنا بنسعى في كل الطرق عشان اللي جاي يبقى احسن واحسن، وان المستقبل ده بايد مين؟ بايد ربنا. طيب عندي ايه كمان بيسبب لي تفكير مفرط؟ التحليل الزائد، عندي تفسير لكل تفصيلة بتحصل لي في الموقف من غير ما اوصل لقرار سليم. انا قاعدة افسر في قاعدة اركز في التفاصيل، وقاعدة احاول اجمعها مع بعضها من غير ما اوصل لقرار ولا حل، فبالتالي تايهة مشتتة في التفاصيل. طيب عندي شعور بالذنب المفرط، بسبب ده بيؤدي الى تفكير مستمر في الاخطاء الماضيه والشعور بالذنب، وان انا واقفه متعطله. طيب ايه كمان؟ ايه تاثير بقى التفكير الزايد ده على الانسان؟ التفكير الزايد ده ايه اثره على الانسان؟ اولا هيدخل في دايره من القلق والتوتر، على طول متوتر، على طول قلقان، على طول عنده حالة من التأهب، حالة من الغضب مستمرة معاه، عنده إرهاق ذهني شديد لأن التفكير ما بيبطلش، حتى وهو نايم دماغه شغال. عنده تباطؤ في اتخاذ القرارات، حتى لو كانت القرارات دي لازم ياخدها، يعني قرارات حياتية، ما عندوش، مش عارف يوصل لقرار فيها. كل ما ياخد قرار يقول لأ، كل ما ياخد قرار يقف عطلان، مش عارف ياخد قرار. تأثير على الصحة النفسية، تأثير على صحتك النفسية، هيبقى عندك اضطراب وقلق واكتئاب، ويؤثر هذا على ايه؟ على صحتنا النفسية، على صحتنا العاطفية. طول ما طاقة القلق والتفكير والخوف من المستقبل موجودة، يبقى صحتي النفسية في النازل. طيب ازاي اتغلب على التفكير الزائد؟ اول حاجة الوعي بالافكار، وعي بافكاري. تاني حاجة التوقف عن التحليل الزائد. تالت حاجة ممارسة الاسترخاء والتأمل. رابع حاجة التفكير الواقعي، خليني واقعية، عايشة في الواقع، احاول احل مشاكلي، ما افكرش في المستقبل وما افكرش في الماضي.
تحديد وقت للقلق. ازاي؟ هحدد وقت في يومي هكتب فيه كل الحاجات اللي بتقلقني، وبالتالي انا خرجت كل القلق والتوتر في الورقه، دونت. ويتم بعد كده بقى اركز على بقيه حياتي. يبقى انا حددت وقت للقلق وبعدين ركزت على بقيه حياتي. الابتعاد عن ماذا ولو، اللي هو جلد الذات. لو انا كنت عملت، اركز بقى في الحاضر، ما ركزت في الماضي ولا التجارب السابقه. لو انا لقيت نفسي يا كوتش ايمان واقفه ومتعطله وتفكيري كله في حاجه معينه كلها سلبيه، اعمل ايه؟ الجا لمختص. جلسات الكوتشنج هتفيدنا جدا 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 في الحالات دي، او اتكلم مع حد عنده حكمه في الامور يقدر يفيدني وينصحني. كان معاكم كوتش ايمان محمد على قناه اليوتيوب الوعي حياتي.